مباراة ودية قوية تنتظر المنتخب الوطني المغربي في معسكر شهر مارس القادم، وتحديد موعد انطلاق كأس العرب في نسخة 2025. قبل ذكر التفاصيل لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ومتابعة الصفحة، وهيا نبدأ. البداية مع الخبر الذي يتعلق بالمباراة الودية التي سيجريها المنتخب المغربي في شهر مارس القادم، إذ بحسب تقارير مالية فإن المنتخب المغربي سيواجه منتخب مالي في شهر مارس، حيث أكد منبر ليزيغل دو مالي عبر صفحتهم الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقا أن المباراة تم اعتمادها رسميا. كما أكدت تقارير أخرى أن المباراة ستقام في ملعب فانسيس مارس بالعاصمة باماكو بمالي، في انتظار أن تؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المعلومة وتعلن عن تاريخ المباراة. وبالإضافة إلى برمجة مباراة ودية ضد منتخب مالي، فإن المنتخب المغربي يرغب في برمجة مباراة ودية ثانية في مارس، قد تكون ضد منتخب الأوروغواي أو ضد منتخب إفريقي آخر، وهنا الحديث عن منتخبي السنغال أو الكوت ديفوار. وسينطلق معسكر المنتخب المغربي في شهر مارس في الفترة الممتدة ما بين 12 من مارس و18 من ذات الشهر. ومن المرتقب أن تعرف اللائحة التي سيعلن عنها الناخب الوطني وليد ركراكي مفاجآت عديدة بغياب أسماء وحضور أسماء جديدة. بالنسبة للخبر الثاني الذي يتعلق بتاريخ تنظيم كأس العرب أو عودة كأس العرب في نسخة جديدة لسنة 2025، فقد أكد حمد بن خليفة بن أحمد الثاني نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة أن قطر تريد إقامة كأس العرب من جديد عام 2025. وأضاف في حوار مع قنوات بين سبورت القطرية: نحن الآن في الخطوات الأخيرة من أجل اعتماد البطولة في دجنبر من عام 2025 في قطر، وأن تكون تحت مظلة الفيفا. إذن فتاريخ النسخة القادمة من كأس العرب سيكون في دجنبر من عام 2025. وأضاف ذات المتحدث: نسخة كأس العرب التي أقيمت في 2021 أثبتت أن الكرة العربية تستطيع أن تقدم مستويات فنية عالية، وأن الدول العربية مع قدرتها على الاستضافة قادرة على تقديم مستويات عالية فنيا أيضا. وأضاف: كقطري أعلنت قطر رغبتها في استضافة نسخة 2025، لكن كنائب لرئيس الاتحاد العربي ليس هناك قرار واضح ورسمي، لذا ننتظر من الفيفا قرارا سريعا، كون المنطقة تحتاج لمثل هكذا بطولات، فلعب البطولة تحت مظلة الفيفا هو أحد أهم نجاحاتها. تقارير إعلامية أخرى أشارت إلى أنه من الممكن أن تنظم دولة عربية أخرى بطولة كأس العرب في نسخة 2025، وأن الأمر لا يقتصر فقط على دولة قطر.